عقد عبد الرحمن المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليوم عقد في العاصمة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد الديني برئاسة الوزير الشيخ محمد عيضة شبيبة. وفي الاجتماع الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة استمع المحرمي إلى شرح مفصل عن سير العمل في كافة قطاعات وزارة الأوقاف والإنجازات التي حققتها الوزارة في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، وكذا ترتيبات الوزارة الجارية استعدادا لموسم الحج القادم. وفي ذات الشأن أشاد المحرمي بجهود وزارة الأوقاف في تسهيل إجراءات الحج والعمرة وفتح وكالات الحج والعمرة في كافة المحافظات بهدف تيسير العملية على الحجاج. وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط وأنشطة وزارة الأوقاف والإرشاد الديني الجاري تنفيذها والتأكيد على أهمية دور الوزارة في ضبط الخطاب الديني في المساجد ومنع أي خطب تحريضية تخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.